السلام عليكم. النهارده عملنا اكله حلوه قوي لذيذه خالص، وتعتبر من الاكلات الاقتصاديه مش مكلفه خالص. هو نص كيلو بانيه عمل كل الكميه اللي انتوا شايفينها دي. تتحط في على السفره في عزومه، حاجه تشرف يعني. انا عندي هنا صدر بانيه، يعني صدور فراخ مخليه. قطعتها قطع كده زي ما انتوا شايفين، وهفرمها في الكب. هجيب الكبه بتاعتي واحط فيها الفراخ، وبعدين هحط لها معلقتين بقسماط مفرومين كده كبار، وهحط لها دي بهارات مشكله: توم باودر، بصل باودر، بابريكا، مرقه دجاج فوريه. وحطيت لها معلقه سمنه كبيره، عشان طبعا انتوا عارفين صدور الفراخ بتبقى ما فيهاش دسم ولا حاجه، فهي تعزز الطعم شويه يعني. هفرمها في الكبه معايا كويس لحد ما تبقى شبه العجينه كده وما بتلزقش. لازم ما تكونش بتلزق، لو لزقت منك حط لها معلقه بقسماط تاني وديها ضربه في الكبه تاني يعني. كده الفراخ معانا جهزت، انا ركنتها على جنب، وبعدين هنعمل الحشوه بتاعتها. حطيت في الطاسه بتاعتنا معلقتين سمنه كبار ومعلقتين زيت كبار، وهنزل عليهم ببصلايه كبيره مفرومه او بصلتين حجمهم وسط مفرومين. هقلبهم كويس لحد ما يتبالوا معايا وياخدوا لون معايا كده ذهبي حلو يعني. هنزل عليهم بقى بحوالي يعني كبد وقوانص، بحوالي كبدتين وقنصتين كده، مش كتير يعني. لو مش حابه تضيفيهم بلاش، بس هما ما بيبانوش طعمهم فيها يعني بس بيديها طعم حلو قوي. تقلبيهم كويس قوي. هنحط لهم رشه ملح وفلفل اسود، والبهارات اللي احنا حطيناها للفراخ انا كنت شايله منها معلقه، هضيفها عليها دلوقتي واحطها عليها. هقلبها كويس قوي لما اتاكد ان الكبد والقوانص دي دخلت في السوا معايا كويس قوي. هكون مبوشه كوبايتين فريك، غسلاهم كويس ونقعاهم يعني في ميه كده، وسايباهم لما باشوا خالص معايا، وهنزل عليهم بيهم. هي بتتعمل برز، بس انا حبيت اغيرها واعملها بالفريك يعني. حشوة الفريك طعمها حلو قوي. هقلب فيهم لحد ما الفريك ده يتفلفل معايا كده ويبقى حلو. دي البهارات اللي انا قلت لكم عليها. لحد ما يتفلفل معايا الفريك ويبقى كويس قوي، هنزل بعد كده عليه بحوالي كوبايه ونص ميه على الكميه اللي انا عاملاها دي. انا عايزاه الفريك يستوي معايا سوا كامل، ولو عملتيها بحشوة رز برضو تسوي الرز سوا كامل عادي، كأنك هتاكليه عادي، لان هي لما بتتحط في الفرن مش بتغيب معانا، فبالتالي احنا عايزين الحشوة مستوية. هنا الفراخ بتاعتنا زي ما قلت لكم اهي اللي احنا عملناها. هجيب بقى كيس بلاستيك كده هفتحه، وهجيب كورة من الفراخ دي كده، حتة هعملها كورة كده من الفراخ، واحطها في الكيس واغطيها بالطرف التاني، وهفردها بايديا او بالنشابة بالفردة بتاعتك افرديها. احنا عايزينها سمكها لا هو خفيف قوي ولا تخين قوي. هي بس اول واحدة معايا دي خفت مني شوية، بس بعد كده التانيين ايه، قللت السمك بتاعهم شوية. بعد كده هجيب بولة كده صغيرة او اي حجم عندك. انا الحجم ده عمل معايا من نص كيلو الفراخ، عمل معايا 7 كرات. بصوا لما خفت شويه بدأت تتقطع، بس انا رحت مدخله الاطراف كده وسويتها وظبطتها. وتسكنيها كويس قوي في البوله بتاعتك عشان تعرفي بعد كده تطلعيها منها بسهوله. هنحط بقى الحشوه بتاعتنا في النص، وبعد كده هقفل بالاطراف كويس قوي، وهدوس عليها كويس واتاكد ان مفيش اي حشوه طالعه منها من الجوانب، واسويها كويس. وهي بتبقى بالشكل ده. طبعا هجيب صينيه وادهنها سمنه، وهرص معايا ايه الكرات بتاعتي بتاعت الفراخ فيها. هنا كنت نسيت ادهنها فرجعت دهنتها، وبعد كده هرجعها تاني. هعمل واحدة تاني برضو اهي، هحط الحشوة فيها، وبعد كده هقفل الجوانب بتاعتها كويس. وكمية الحشوة دي برضو كانت يدوب على قد ال7 اللي احنا عملناهم يعني، هما كانوا حوالي كوبايتين فريك. هكمل بقية الكمية دول اللي اتعملوا معانا كلهم. هجيب معلقتين صلصة
واحط لهم شويه معلقه زيت وشويه ملح وفلفل اسود، وهدهن بيهم الوش الفراخ من فوق بتاعتي. وبعد كده هدخلهم في الفرن. طبعا الفرن كان يعني شغاله قبل ما اعمله عشان تسخن كويس معايا. دول بعد ما طلعت معايا من الفرن، بصوا طالعه متماسكه جدا، مفيش حاجه اتفتحت ولا اتقطعت ولا اي حاجه. قطعتها بالسكينه وهي لسه سخنه اهي، وطعمها حكايه، طعمها والله حلو جدا. جربوها كوصفة يعني اقتصادية جميلة، كفي عزومة تتحط على السفرة برضو حاجة حلوة قوي. وبألف هنا عليكم يا رب.